الله حبيبي الغالي شيخنا، الله يحفظك ان شاء الله. وعليكم طبعا السلام، حياك الله. في البدايه كل ما يذكرونه يقول لك علماء قالوا هيك. احنا علماءنا اثني عشريه، يعني ما يطعنون باحد ولا يطعنون بالسيده فاطمه الزهراء عليه السلام، ولكن هو من اجل النقل، من اجل الاستدلال. يعني هذا الموضوع نعم. ترى. وانت بعد خير الواعين ان شاء الله، وراح تقدم استدلالات هوايه ان شاء الله. ان شاء الله اليوم بالدليل ان شاء الله نثبت كذب الوهابيه وتدليسهم طبعا على هذا المصطلح ما علماء. حط طارحه والله. نعم. احسنت، بارك هو الله اين فيك. الاشكال؟ ليش ما حط طارحه؟ لأنه يعتبر المناظر الشيعي كيف أنا أتلفظ بهذا اللفظ؟ شنو كيف؟ هذا علم علي مثل ما تلفظ فيه العالم، فأنت لست أفضل من العالم. تلفظ به اللي ترفع الشبهة عن علماء الشيعة، ترفع الشبهة يا حبيبي، عليك واجب شرعي، ماكو شيء عيب بالدين. ما إذا العالم تلفظ به، ما إذا العالم نقله لينقض عليه. شو أنت أفهم من العالم؟ يعني عامل نفسك تفهم أكثر من العالم؟ منو أنت أم أنت أم أنت أم أنت؟ هذا علم. يعني بالله عليكم أسألكم سؤال، نترك الشبهة هذه بين أيادي الوهابية فقط من أجل أن لا نستطيع أن نتلفظ بذلك؟ هذا منطق يقال؟ شنو هذا؟ أحمد حياك الله. أحمد حياك الله. طيب علي مسلم حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شلونك شيخ باقر؟ الحمد لله نشكر الله. تفضل حبيبي. الشيخ سورة التوبة الآية 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. بس رجاء فقط سلام وغيره من دون أي سؤال. اليوم بس رفع الشبهات يا عمري، بعدنا تكلمنا بهذا الموضوع. دعني من هذه المواضيع إن شاء الله يوم آخر نتكلم بذلك. اليوم عندي رفع الشبهات. اليوم الحلقة خطيرة جدا لأن كثر الكذب والتدليس. أعتذر إليك أخ علي تاج راسي حفظكم الله، إذا عندك تعليق حول هذه المسألة باختصار تفضل لك المايك. لا طبعا كلا لأن هذا موضوع طويل. طبعا كلا لأنهم يقرؤون القرآن ولا يقرؤون الآية التالية ما بعدها. اقرأها جيدا تعلم. ثانيا هل هنا أكو شروط مشروط، ولكن هذا له يعني شرح مطول صراحة، ولكن أوعدك سأشرح ذلك لاحقا بإذن الله. اتفقنا؟ نعم الشيخ، بس يعني كنت بث واحد يحاول يعني فاطمة الزهراء، واحد يعلقك يقول كان الإمام علي دعا فاطمة قبل الزواج، يعني صح هذا لو لا؟ سأتكلم بذلك إن شاء الله. قلت لك سأرفع كل الشبهات، ابقى مستمعا إن شاء الله تعالى وسأرفع كل الشبهات أخي الكريم. ماكو شيء صحيح، هذا كذب الوهابية. ماكو شيء صحيح من ما يروه الوهابية. واضح حبيبي؟ تمام شيخ، حضرت تشوف البث. نعم بارك الله بك. أحمد الشمري تفضل. المياحي اكتم حبيبي، المياحي حبيبي اكتم. أحمد الشمري تفضل. المياحي اكتم. وأنت طالع نايم على البث. أحمد الشمري تفضل. إخوان تشير وتكبيس رجاء حتى يرتفع البث ونبدأ إن شاء الله تعالى. إخواني على اليوتيوب تشير البث اليوم، الحلقة جدا مهمة إخوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله حبيبي. حياك الله. ضعيف عندي شيخنا موضوع سطر اكتم حبيبي. ايه احمد سامعك انا حبيبي. احمد اخ احمد الشمري تفضل حبيبي. السلام عليكم اخوان اكتم حبيبي. وعليكم السلام. اخوان اعيد كلامي، يعني انا اتمنى قلنا شروط البث الذي يصعد يكتم ولا يرمي السلام.
لأن أنا عندي نظام ولا أخالف النظام. الله في نظم أمركم. أحمد الشمري تفضل حبيبي. والشبهات اللي يطرحها ماكو عندك نت. صقر زمانك أخي أيوب بدي اكتب. اسمعك زين. طيب أحمد حبيبي سمعنا أعتذر هسه؟ إليك. عمري هكذا ينزل البث. أعتذر إليك. ماكو صوتك يقطع يا عمري. أعتذر. ماكو صوت. صقر زمانة تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. بارك الله بك. حياك الله. أخي الكريم. أخي فقر زمانة حبيبي. أولا عندك ضجة. ثانيا يا عمري موضوعي في رفع الشبهات. رجاء ماكو أي طرح آخر. يعني أرجو منكم لا أحد يطرح شيء ولا أحد يسأل. اليوم هو رفع الشبهات فقط لا غير. حبيبي يا حبيبي عمري مرة أخرى اسأل ما شئت، ولكن اليوم قضيتي في رفع الشبهات فقط، لأن الوهابية استغلوا هذه الشبهة الموجودة في كتب الشيعية وهي أصلها منقولة من كتب السنة. أريد أن أشير البث لأحد السنة إن شاء الله من الإخوان المحبين، وثم نبدأ بإذن الله تعالى. يا الله. طيب سنكتفي بتصعيد الإخوان. حتى نبدأ إن شاء الله برفع الشبهات التي يلسون بها هنا. بارك الله بكم جميعا. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني والله ما هو مشكلة. أكو 128 شخص، حرام أتكلم بذلك ولم يكن البث مرتفع. سننتظر قليلا إن شاء الله تعالى حتى يعني فقط ينتقل العلم للجميع. والله أكو ناس ينضحك عليهم، خصوصا حسين الباز والهنداوي وأحمد فرج، وأيضا التركتور أحمد الجيار الكذاب الدجال يكذب على عوام الشيعة. اليوم سنرفع هذه الشبهات. إخوان، تكبيس وتشييع